عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عائلات عائلة السليم والبنات وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس والعام الدراسي الجديد. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين النهارده الجمعة ويوم الأجازة بتاعتنا، فقلنا نطلع كده يوم قبل الدراسة. يا ترى مين بدأ دروس ومين ما بدأش؟ مين اللي جاب حاجات المدرسة؟ مين اللي جاب الأدوات؟ فخرجنا النهارده رحنا مكان احنا بنحبه جدا في بني سويف. جبنا بيتزا من عند رابية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هندوق مع بعض دلوقتي ونجرب. طبعا بيتزا رابية يا جماعة كلكم عارفينها ان هي غنية عن التعريف. وكمان جبنا عصير من عند الحافظ، طبعا كله عارف عصير الحافظ. فيلا بينا كده نبدأ مع بعض الفيديو، هنجرب وندوق ونقول رأينا في البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة انتوا شايفين البيتزا. طب يا ناس جربي كده معانا. روفي يا روفي. دي المفروض بالفراخ والمشروم. ده مشروم فراخ يا جماعة. عايزين تعرفوا سعرها؟ دي سعرها ولا سعرها آخر الفيديو أقول لكم على سعرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت هتاكلي بقى في الآخر يا مسلم. تحفة. أنا نفسي يا جماعة أقول لكم تيجوا تجربوا معانا البيتزا، بس معلش بقى معلش كله ياكل ويجرب معانا. ومعانا صوص الجبنة ده خطير. طعمها تحفة. معلش يا جماعة اعذرونا بقى لو في صوت طالع في الفيديو ولا حاجة، عشان انتوا عارفين البيت على الشارع. حلوة. والله جميلة. عجبتك؟ شكرا يا حبيبتي. والبيتزا دي حلوة الصوص قصدي. ودلوقتي يا جماعة بعد ما اكلنا وجربنا البيتزا اللي هي بالمشروم والفراخ، هندوق الطعم التاني اللي هو بالسوسيس. بابا يعني جاب لنا الحاجات دي. يلا نجرب كده يا جماعة وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة أنا كان نفسي أقول لكم الخروجة كلها، بس طبعا أنتوا عارفين النهارده الجمعة الأماكن كلها زحمة، وكمان عشان الخصوصية بتاعت الناس، فإحنا هنجرب دلوقتي وندوق الطعم التاني. يلا يا ريموس جربي كده وقولي لي إيه رأيك؟ دي ولا الطعم التاني يا ريموس؟ ندوق مع بعض. لسه هشوف دي. طب يلا كده. هندوق مع بعض ماشي؟ هندوق مع بعض. يلا 1 2 3. انا لسه ما دقتش، حرام عليكم. دي ولا المشروم بالفراخ يا ريموس؟ دي ولا المشروم بالفراخ؟ ثواني اصبر انا لسه واخد. انت دي ولا الثانية؟ بصراحة المشروم بالفراخ بالنسبة لي احلى. المشروم بالفراخ اديله 10 من 10. دي تحفة. دي كده المشروم 8 من 10. لا دي عجبتها اكتر. بس يا جماعة بدقها بالدشة مصدومة. بيتزا رابية اللي هي عليها في مكانين في رابية بني سويف، في مكان ورا الاستاد، والفرع التاني موجود في موبل الفرع القديم. بصراحة بيتزا رابية رقم 1 في بني سويف. هديها. هتديها كام يا روبي؟ انا بحب دي اكتر لان انا بحب السوسيس اصلا. هتديها كام 10؟ ممكن 9.5. 9.5. اشرب. انت؟ لا انا اديتها 8 بصراحة. لما بحب السجق. وده يا جماعة عصير الحافظ، بصراحة عصير جميل جدا، عنده كل أنواع العصاير، عصير فريش. أنا وصلت معاهم اللحظة دي في الفيديو، يا ريت تصلوا عليا في التعليقات وتدوسوا لايك واشتراك، ويا ريت يا جماعة تدعمونا عشان عايزين نكبر ونعمل قناة كبيرة على اليوتيوب. بفضل دعمكم لينا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.